سلام سلام حبيباتي، واش حوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. وقبل ما نبدا في الفيديو تاع اليوم نصلي ونسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. وصفتنا اليوم من الغرايف ولا البغرير القنبلة اللي دار حالة في قناتي المحذوفة، وصفة ام عبد الرحمن الجيجلية، واللي ملايين الاخوات شاهدوها وجربوها ونالت رضاهم وطلبوا مني نعاود الوصفة. نسجلها لهم. انا درت نفس الوصفه، برك نحيت الكميه تاع الفرينه واعتمدت غير السميد. الوصفه تاع اليوم ان شاء الله راح تكون فيها الخير للتلاميذ اللي عقبوا البيام والباك. ان شاء الله ربي يفرحهم وينجحهم ويفرحنا بهم يا رب العالمين. وقبل ما نبدا حبيباتي، اللي تحب الوصفه التقليديه تاع الغرايف الجيجليه بدون خميره الخبز بدون خميره كيميائيه، حنخلي لها الرابط في صندوق الوصف. ما تبخلونيش حبيباتي، برك بلايك وبارطاج وتعليق مشجع، واحبكم في الله وعلى بركة الله. هنا حبيباتي السميد اللي استعملت انا السميد المتوسط الرايح للرطب، اللي يكون اللون تاعو ابيض، ما يجيش فيه العلك بزاف وما يعذبكمش في العجين ويفتح ويجي ما شاء الله. كما راكم تشوفوا عندي هنايا 4 كيلات تاع السميد. الكيلة بس سوائل 250 مليلتر. الكيلة اللي توزنوا بها السميد وزنوا بها كامل المكونات الاخرين. نضيف هنايا الكمية تاع ملح، هنايا نص مغرف، ما تكونش معمره بزاف تاع الملح. ونزيد نضيف عليهم 2 مغارف كبار تاع حليب غبره. هنايا تقدروا الا ما عندكمش الحليب تاع الغبره، تقدروا يعني كاس تاع الماء راح تعوضوه بكاس تاع الحليب، وتقدروا تستغناو كامل على الحليب. حطيت هنا نص مغرف كبيره تاع خميره الخبز، وغير بالفوي نخلط المواد الجافه مع بعضهم. نزيد نجيب هنايا 4 حبيبات تاع البيض. انا الحبيبات تاعي صغيورين، حطيت 4. الا كانوا كبار في الحجم حطوا 3 ما يكونوا في حرارة المطبخ. حطيت عليهم شوية تاع الماء وخلطتهم مليح مع بعضهم باش ما يتشكلوناش حبيبات في السميد تاعنا. نضيفهم على الكمية تاع النواشف تاعي، وبنفس الكاس اللي كيلت به نزيد نضيف نص كاس تاع زيت النباتي. وراح نحط الكميه تاع الماء. انا هنايا استعملت 5 كيسان تاع الماء بنفس الكاس اللي كيلت به، يعني تاع 250 ملي. حطيت 2 4 وهذا الكاس الخامس. وغير بالفوي ندخل المكونات تاعي مع بعضهم مليح هكذا، باش من بعد البغا ميكسور تاعي ما يجيش عليه الضغط وما يفسدليش. من بعد ما نسجموا المكونات كامل نغطيهم بطرشونه ونخليهم يريحوا حوالي 15 دقيقه. قبل ما نبدا حبيباتي نخلط فيهم. الا كان حبيتوا الغرايف تاعكم يجيو بنه تاع تقول معجونين باليد، ضروري حبيباتي تتبعوا الخطوات، لانه سر نجاح الوصفه في الطريقه ماشي غير في المقادير. وغير بالبراميكسور كما راكم تشوفوا، انا هنا بديت نخلط، حسيت لهم شويه تقال، ضفت الكاس السادس ونبدا نخلط فيهم بهذه الطريقه. شوفوا حبيباتي البراميكسور تاعي نهبطوا للقاعده، ومن بعد نعاود نخرجوا شويه من العجينه باش يدخل لي هذوك الفقاعات تاع الهواء، والغريف تاعنا يجيو خفاف ويجيو متقبين. ندير هاد العمليه تقريبا 10 دقائق. اكيد نرتاح من داك البراميكسور تاعي باش ما يتحرقليش وما يسخنش الموتور ديالو. شوفوا حبيباتي ركزوا مليح في الطريقه تاع التخلط. هذه هي. ومن بعد ما خلطته 10 دقائق نجيب هنايا حوالي 3 كاس تاع الماء، انا الماء عادي من الحنفيه، ونضيف عليه المكون الاخير واللي هو باكي تاع خميره الحلويات ولا لا لوفير شيميك. نخلطه مليح مع هذاك الماء ونزيد نفرغه في الخليط ديالي، ونكمل عفوا بالبراميكسور. نزيد نخلط ولا ندخل هذيك لا لوفير تاعي في الخميره حوالي 5 دقائق خلاف، يعني مرة خفقناه تقريبا 4 ساعات. كما راكم تشوفوا دائما نركز حبيباتي على الطريقة تاع الخفق. هبطوا البراميكسور للقاعدة تاع الإناء وعاودوا طلعوه.
حتى يخرج شويه، وكملوا هكذاك باش يجيكم الغرايف تاعكم خفافين. وهذا هو القوام اللي انا نحتاجه كما راكم تشوفوا. هنايا انا كنت حطيت الطاجين يسخن، حطيت فيه شويه تاع ملح وخليته حتى سخن مليح مليح، وبدات هذيك الملح تاعي تطيح ويتبدل اللون تاعها. نحيتها وبديت نطيب. وقبل ما نبدا نطيب في هذه المرحله حبيباتي نزيدو نخليوه يريح حوالي نصف ساعه باش نبداو نطيبو. هنايا الاول اكيد راح نحطو ديما صغير باش نشوف الطاجين السخونه ديالو، نشوفو على الملح، نشوفو على التفتاح، على كلش، على القوام ديالو. كما راكم تلاحظوا من بعد ما طاب لي راح نحيه، قيتو شويه من السوس، ضفت له شويه تاع ملح. وهذه هي التحميره، وهذا هما الثقوب. شوفوا حبيباتي كي جا مفتح، جا ما شاء الله. هنايا انا دي شبرك الطاجين خاني عنده في الوسط جاي شويه بومبي كيعذبني، غير كنا نحط الغرايف تاعي ولا العجينه تاعي كتهبط لي شويه على الجناب. ان شاء الله نشري طاجين مليح. وهنا النصيحه تاعي للطاجين، من الافضل تشريو الطاجين تاع الفخار، لانه انا بتجربتي البسيطه الطاجين تاع الطين كيشرب بساس حبيباتي. قد ما تبسسوا هذوك الغرايف تاعكم ومن بعد تحسوا لهم يجيو شارفين. من الافضل يكون عندكم طاجين تاع الفخار، الغرايف تاعو كيجيو ما شاء الله، يعني هادو خفاف وبنان ولا اروع. ان شاء الله نهار نشري الطاجين تاع الفخار، رايحه نبارطاجي معكم كيفاش راح نستعملو اول مره، وراح نبارطاجي معكم ان شاء الله الوصفه تاع الغرايف. وهنايا من بعد ما طيبت الكميه تاعي كامل حبيباتي كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش جاو حميمرين ما شاء الله. هنايا النار خليوها قاويه، غير تبداو طيبوا. شوفوا كيفاش خفاف خفاف ولا اروع، ما جاوش معجنين كامل، جاو متقبين واللون تاعهم جاي شهي. شوفوا قد ما نضغط عليهم ما يتعجنوا ما يتلبطوا ما والو، واحد الخفه يا البنات ما شاء الله. شهيتكم في الجنه. نتمنى حبيباتي الوصفه تاع اليوم تكون نالت رضاكم، ونتمنى ان شاء الله من كل الاخوات اللي طلبوا مني الوصفه، الاخوات اللي مراد بحالي، الاخوات اللي مشغولات، اللي عندهم التربيه، اللي خدامات، اللي ما يقدروش يعجنوا الغرايف، انهم يشوفوا هذه الوصفه ويعتمدوها، لانه وصفه ناجحه وعلى ضمانتي. جربوها حبيباتي. وكما سبق وذكرت، واللي تحب الوصفه التقليديه تهبط لصندوق الوصف، راح نخلي لكم الرابط تاع الوصفه. راني كنت نزلتها في قناتي الثانيه صفيه الطبخ الجيجلي، راح نخلي لكم الرابط تاعها. وهنا راني نتغدى، شهيتكم في الجنه حبيباتي. سامحوني على هذا المنظر الرائع، انا صراحه راني ندير في المونتاج وزيد شهيتهم. الى هنا حبيباتي ما بقى لي غير نقول لكم أحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش معكم بدعواتكم، ما تنسوش تدعيوا لابن عبد الرحمن بالتوفيق، ولكل التلاميذ اللي عداو الباك والبيام. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.